بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج القضية ممكن. طبعا انتوا يعني انا اسف ان انا اصلا مش قادر اتكلم، عندي دور برد فمخليني مستوي، ولكن انا كنت يعني انا لازم اطلع اتكلم بعد الماتش، لان انا شفت ماتش اساسا قدام فريق احنا محدش يعرفه. الاهلي ما جاش الماتش اصلا، الاهلي بدأ الماتش ضاغط، قلت ان شاء الله باذن الله هنكسب، هنعمل اداء كويس، هنعمل اي حاجه. لكن اللي انا شفته غير، انا مش عارف والله. يعني انا كنتش جايب لعيبه بملايين وصارف عليها كل المصاريف دي كلها، كنا عملنا ايه؟ الاهلي بدأ الماتش ضاغط وماسك كوره، ده الطبيعي. انت بتلاعب فريق صومالي، فريق يعني مش بقلل منهم، بس هو فريق ما يعرفش حاجه عن الكوره اصلا، ما يعرفش حاجه عن الكوره اساسا، ما يعرفش الكوره مدوره ولا مربعه. فالطبيعي ان انت هتنزل ضاغط عليه وماسك كوره، ده الطبيعي. انما اللي مش طبيعي ان انا اشوفه هو الفريق ده بيمسك انت عليك كوره وبيضغط عليك. طبعا قبل الطرد على طول كانت في كوره مع مدافع ايجل نوار مع احمد بيكهام بتاع مدافع الاهلي جوه ال 18، واللعيب ضربه بالكوع في وشه، يجي الحكم يديله انذار. عشان يجي في الكوره اللي بعدها بتاعت جريديشار مع المدافع، جريديشار اصلا ما لمسهوش، ده تقريبا كان بيهرش في بطنه، يعني هو بيعمل بايده كده راح مديله طرد. حكم فاجر، فاجر حكم. هقول ايه؟ بس مش عايز اغلط، عشان يعني عشان عيب لما الواحد يغلط. حكم ملوش اقسم بالله ده ما يحكم ماتش خماسي، ما يعرفش اي حاجه، مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. وطول ما انتوا افريقيا بتقول لي اصل ما فيهاش فار في الادوار دي، تقدموا ازاي؟ او انتوا بتبصوا للبطولات الاوروبيه ازاي؟ هو بيحصل ده بيحصل في اوروبا، ما بيحصلش بره. جابوا لنا حكام درجه ايه؟ ده هو ولا حكام درجه سته. الحكم ده لو بيفهم ولو حكم صحيح، كرة زي دي طرد. طرد ايه؟ طرد ايه؟ ده واقف في وسطيهم. فحكم فاجر ضيع علينا مهاجم الفريق الوحيد اللي موجود. انت ما عندكش مهاجمين بره، وده بيودينا الكارثه اكتر. ان انت ازاي فريق بحجم الاهلي واحد متصاب وادي التاني اتطرد، والاتنين مش احسن حاجه برضه. الاتنين عندك مش احسن حاجه. فالاتنين المدافعين المهاجمين بتوعك مش احسن حاجه اللي موجودين عندك. فانت مستني ايه؟ يعني احنا كنادي اهلي مستنيين ايه؟ طبعا ماتش سيء. طبعا مش هقول اداء، لان انا لو اتكلمت في الاداء هتبقى الحلقه دي زي الحلقه اللي فاتت زي الحلقه اللي قبلها. المستوى ما اختلفش، كل ماتش بنفس الاداء بنفس الاخطاء الدفاعيه بتتعمل بالكربون. عارفين ايمن الكاشف لما بيقولك بالكربون يا حبيبي، بالكربون بالكربون. نفس الاخطاء الدفاعيه، نفس التمركزات. فريق بقول لك ما بيعرفش يبازي، اقسم بدين الله، وانا اقسمت بالله اقسم بالله تاني، الفريق ده لو بيعرف يلعب كوره لكان كسبنا سكور. واحد هيقول لي يا عم ما تبالغش، اقسم بالله انا اقسمت 3 مرات اهو. الفريق ده لو بيعرف يلعب كوره لكان زمانه كسبنا النهارده. لان انت فريق مهلهل، انت مفيش منك اي اداء ولا اي حاجه، انت مفيش فريق اصلا. انت جايب فريق بملايين ومكلف وجايب لعيبه بتاخد ملايين. اقسم بالله الفريق التاني ده اللي هم كلهم على بعضهم بالنادي بالمديرين الفنيين بالنادي بالاتوبيسات اللي جايين فيها بهدومهم اللي لابسينها، مش هيجوا مصروف اقل لاعب عندك. انت متخيل؟ ومع ذلك لعبوا عليك كوره وضغطوا عليك وضيعوا عليك جوان. ولو كانوا بيعرفوا يلعبوا، وانا اقسمت اهو، اقسم بالله 5 مرة اهي ولا رابع مرة، دول لو بيعرفوا يلعبوا كورة ده كانوا شايلكوا التيم. لان انت نفس الاخطاء الدفاعية عندك، نفس الاخطاء في التمركز، تمركز اللعيبة، لعيبة تايهة، كل واحد واقف في حتة ما تعرفش يوقف فين ولا بيعمل ايه. نفس الاخطاء. ما انا بقولك لو اتكلمت في اداء هبقى بتكلم في نفس الماتشات اللي فاتت. هي ماتش الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها، نفس الماتش بتاع ايجل نوار اللي كان هناك هو اللي كان. يعني احنا قلنا هنيجي هنا على ملعبنا هنكسبهم سكور ونكسب. جيت لقيت نفس الاداء
ده يمكن اسوأ. ده انت يمكن هناك بره انت لعبت الشوط الاول، انت هنا ولا شوط اول ولا شوط تاني. من الاخر الدقيقه، يعني هو ما بقول لك اهو الدقيقه 15 اتطرد فيها، اللي انا مش لاقي حاجه اصلا اقولها، يعني انا كل اللي كاتبه كلام. الدقيقه 15 الدقيقه 14 الدقيقه 15 المدافع ضرب بيكهام، خد انذار عشان يجي جريديشار ما يعملش حاجه ياخد طرد. حكم ما اعرفش جاب القصه دي منين، حكم الفاجر. انت فاهمني. واتحاد افريقي الدقيقه طبعا 27 الاهلي طبعا من بعد الطرد، والاهلي المستوى اصلا اختلف خالص. يعني احنا كنا مستنيين نشوف كوره، ما بقاش في كوره، ما بقاش في لعب. يعني انت شوط اول بحاله مفيش كورتين ثلاثه. انت متخيل شوط اول اهو الدقيقه 30 ركنيه لايجل نوار. انت فاهمني. واتعملت عشان المهاجم الباك يبصيها، عشان الباك يعملها عرضيه عشان يطلع يضربها المهاجم ولا المدافع بتاع ايجل نوار وتطلع فوق العارضه. بيعملوا عليك عرضيات وبيطلعوا ياخدوها. عشان بس لما اقول لكم سوء التمركز بتاع اللعيبه، وتاني هقولها، الفريق ده لو بيعرف يلعب كوره كان هكسبك النهارده. مش هقول لك يكسبك سكور عشان يا عم ما حدش يقول ان انا ببالغ، بس الفريق ده لو كان واقف على رجله، لو كان بيعرف يلعب كوره كان كسبك. الدقيقه طبعا انطلاقه بين رمضان جميله قوي، في كانت في الشوط الاول برضو عشان يديها لعبد القادر، عشان عبد القادر يعلقها كروس كده صغير لديانج. ديانج لو كان لعبها يعني في الزاويه البعيده كانت هتبقى احسن، كانت ممكن تيجي جون، او كانت هتيجي جون لان الجون كان واقف في زاويه والكره كانت هتروح في زاويه. انما ديانج لعبها في ايد الحارس. طبعا الدقيقه 37 هجمه للفريق الصومالي اللي ما حدش يعرف اسمهم اساسا يعني. انت فاهمني. زي ما قلت لك هو نفس الكلام انا كاتبه، الفريق ده لو بيعرف يلعب كوره كان كسبك النهارده بنفس الاخطاء الدفاعيه، مفيش فايده اتكلمنا فيها كتير. طبعا شوط اول ملوش علاقه بكره القدم اساسا. انا يعني انا لو حاولت كده اشوف يمكن انا مثلا في حاجه نسيتها لسه اكتبها في الشوط الاول، مفيش. نفس الشوط الاول ده، انت يمكن الشوط الاول اللي لعبته معاهم هناك كنت بتلعب احسن. يعني انت الشوط الاول اللي لعبته هناك كنت تلعب احسن من كده بكتير. شوط اول الاهلي ما عملش اي حاجه خالص، والله العظيم. شوط اول الاهلي ما عملش اي حاجه، عشان تيجي الشوط الثاني الاهلي نزل، بدا فيه تحركات طبعا، نزول بن شرقي، نزول تريزيجيه، طبعا نزول خرج عبد القادر وخرج طاهر. طبعا خرج ديانج ونزل كوكا نص الملعب، نزل محمد هنا عشان يلعب عمر كمال وينج. عمل بعض التغييرات اللي هي حركت الماتش شويه، اللي كان من سببها ان هي يجي الهدف في الدقيقه 57 بعد ما مروان عطيه ضغط على اللاعب الوسط بتاع ايجل نوار عشان هو وبن رمضان يهرسوه في النص. هو كده كده بقى التحكيم بايظ، يلا بينا. لان هم طلبوا بان هو تبقى فاول اصلا، بس هي مش فاول. المهم خد الكوره وراحوا مديها لبن رمضان، بن رمضان طلع بيها، طلع انطلق بيها وراح مديها لعمر كمال، قال له خد هات جون، عشان عمر كمال يجيب جون الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 57. ومن بعدها رجع الاهلي تاني يركن ويلا هاتها بساط وده يباصي. والفريق التاني على فكره اخطر، كان بيروح عليك بهجمات اخطر. يعني شوبير شال كوره او كورتين، كوره في الشوط التاني اللي هي في الاخر، انت فاهم. لا مش في كوره في الشوط الاول في الشوط التاني، وكوره في الاخر في الوقت البدل الضايع في الدقيقه التانيه اللي شوبير شالها، كان هيجي منها جون. معرفش المدافع، معرفش ياسر ابراهيم ده ولا بيكهام ده اللي شتت تشتيته غريبه بيديها له. فلا نفس الاخطاء. ما تقوليش ما كانش في ماتش ايه. يعني انا بتفرج انا ما شفتش كوره للاهلي طول الماتش. حتى الهدف انت جايب الهدف من حنكشه في نص الملعب، اتنين لعيبه ضربوا بعض، انت فاهمني، ووقعوه وكانوا هيقعوا فوق منه، ومروان عطيه خدها اداها لبن رمضان عشان بن رمضان يروح يجيبها جون، يديها لعمر كمال يجيبها جون يعني. فانت ما عملتش اي حاجه في الماتش اصلا. انت الماتش ما فيش اي حاجه ولا الهوا. الماتش انت ما عملتش اي حاجه في الماتش، مفيش اي جمله افتكرها، مفيش اي حاجه افتكر بيها. انت حتى خدت ركنيتين ولا 3 ركنيات ما عملتش بيهم اي حاجه. النهارده ماتش ولا حاجه.
وانا بصراحه ما اعرفش احنا هنفضل كده لحد امتى، لان انا تعبت، والله تعبت وزهقت بصراحه يعني. كل شويه نطلع نقول الاداء الاداء الاداء. ده انت قبل ما تجيب اللعيبه دي كلها كنت بتلعب احسن، كنت بتلعب الى حد ما احسن، لعبك كان معقول. فالمفروض ان انت لما بتعلي الكواليتي بتاعك المفروض ان المستوى بتاعك كمان بيعلى. لا انت بتعلي الكواليتي والمستوى بينزل. طب قلنا كولر كان بدأ خلاص ماشي. جبنا ريبيرو، عملنا ماتشات في كاس العالم، ماتشات غريبه. قلنا بس ده الاهلي ده بالسكواد ده هيفرتك اي حد. عشان تيجي في الدوري من تعادل لتعادل لتكسب ويدخل فيك جوان. المهم ان العامل المشترك ان كل ماتش بيدخل فيك جوان. ما انا عشان كده ما انا بقول لكم النهارده الفريق ده بتاع النهارده ده لو كان بيعرف يلعب كوره كان جاب فيك 2 3 على الاقل. لان في اول الماتش علق برضه واحده والولا راح بيها لولا ان ياسين مرعي قطعها منه. فالعيال بتلعب، بس لو كانوا واقفين على رجليهم. الكوره برضه اللي قطعوها من كوكا راح انفراد وبيبازيها للولا اللي هناك. لو الولا كان هيبقى انفراد هو وشوبير. لو بيعرفوا يلعبوا العيال دي اقسم بالله كانوا جابوا فيك جوان. لكن حسن حظك ان انت واقع وضايع وفريق مهلهل وهم واقعين اصلا ما يعرفوش حاجه عن الكوره اساسا. عشان كده يعني انت كسبت 1-0 اصلا، اللي انت المفروض تكسب سكور. يعني انت المفروض تكسب سكور كنادي اهلي، تكسب 1-0 بالعافيه قدام فريق زي ما بقول لكم ملوش علاقه بكره القدم، ما يعرفش حاجه عن كره القدم. بس ده هو جاي يتفسح. هم جايين القاهره النهارده هنلعبوا النادي الاهلي زعيم القاره وبيتفسحوا يشتروا شويه هدايا لاهاليهم هناك وهم ماشيين في القاهره عندنا. فانا بقول لك فرقه يعني الاهلي، لا الاهلي في حاجه مش مظبوطه. هل دي احمال زياده؟ هل لسه المدرب ما اشتغلش ما حفظوش فكره؟ هل اللعيبه فيها مشكله ما بتقبضش زي بقيت زي انديه تانية هتفلس؟ ما هو انا مش فاهم. ده انديه تانية مفلسه ولاعيبتها ما بتاخدش فلوس ومش لاقيين يشربوا الميه وبيلعبوا. انت فرقك يعني فريقك واخد مستحقاتك كامله والدنيا معاك في وشه. عايزين ايه تاني؟ نلعبوا كوره نشوف كوره؟ مفيش كوره، مفيش اي فنيات، مفيش اي حاجه في الملعب. قاعد بتفرج على ماتش كده، بتفرج على ماتش درجه خمسة ما بين نادي شباب ام حسين ونادي شباب ام السيد بالظبط. فرقتين شبه بعض. يعني لو واحد خواجه ملوش في الكوره وربنا وقعه في شر اعماله واتفرج على الماتش الاهلي والفريق اللي هو بتاع ايجي النهار ده كان هيفكر انه بيتفرج على ماتش درجه ستة. هل ده هيصدق ان انت لو حد مثلا قال له الاهلي ده بطل افريقيا او زعيم القاره ب 12 لقب وهو كبير القاره كان هيصدق؟ والله ما كان هيصدق. لان النهارده الاهلي ما لعبش كوره. اقسم بالله الاهلي النهارده ما لعب كوره. واللي يقول لك ان الاهلي لعب كوره مش هينفع اقولها. انا مش هينفع اقولها. الاهلي النهارده ما لعبش كوره بشلم. عشان بس ما حدش يوجع دماغنا. اداء زي الزفت. انا بقول لك انت الماتش بتاع ايجي النهار اللي لعبته على ارضهم هناك الشوط الاولاني بس هو اللي لعبته، والشوط التاني كان نفس الماتش بتاع النهارده كده. انت عمال تباصي وعمال الكره تقطع منك وتقطع منهم الكوره، هم هيروحوا عليك بهجمه بدون اي خطوره ولا الهوا. فيستك المفيستك. الماتش النهارده ولا اي حاجه. فانا كنت مستني اشوف اداء كويس من النادي الاهلي، مستني اشوف كوره، مستني اتمتع بفريقي زيه زي بقيه الماتشات اللي فاتت. اداء مش مقنع. فريق تحس ان هم اول مره يلعبوا مع بعض. انا مش عارف والله تعبت من كتر الكلام على اداء هنتكلم على ايه؟ طب انت جبت مدرب بجهاز فني كامل، جايب غيرت بالاداريين، غيرت كل حاجه، عايز إيه تاني؟ احمال زياده، مش عارف. الفريق فيه مشكله، مش اللعيبه مش عايزه تلعب. ما انا عايز افهم فيه ايه. انما انا كنادي اهلي ابقى صارف الملايين دي كلها واظهر بالمستوى ده ولا فريق الناشئين. ده انا لو كنت لعبتهم بالناشئين اقسم بالله كانوا هيلعبوا احسن من كده. انا لو كنت لعبتهم بالناشئين كان هيلعبوا احسن من كده. ومحدش يقول لي اصل انت اتطرد منك واحد. اتطرد مني واحد ايه؟ هي الفرقه دي اصلا بتاعت كوره؟ ده كانوا بيروحوا عليك انفراد بيضيعوا جوه ال 18، مش عارفين يباصوا الكوره لبعضيهم، مش عارفين
يباصوا الكوره لبعض. انت متخيل ان فريق رايح على الجون بتاع الخصم بكوره مش عارف يلعب، مش عارف حرفيا يلعب، مش عارف يعمل اي حاجه، بياخد الكوره ويجي يباصيها، يقوم باصيها لواحد بيباصيها لعيبه الاهلي. ففريق ولا عارف يلعب كوره ولا فريق بيلعب كوره اصلا. فهل ده يعقل ان ده النادي الاهلي زعيم القاره يعمل ماتش زي ده؟ على فكره ده انا كده صوتي اتحسن، يعني اليومين اللي فاتوا انا ما كنتش بقدر اتكلم، عشان كده انت لو تلاحظ انا ما عملتش حلقه اللي هي بتاعت قبل الماتش، لان انا دايما متعود قبل اي ماتش للنادي الاهلي بعمل حلقه 8 10 دقايق كده بندردشوا فيهم مع بعض. انت فاهمني؟ فبقالي كام يوم كده زوري وطبعا دور برد، انتوا عارفين بقى البرد، تغيير الجو بقى بتاع الايام دي والدنيا دي، فما كنتش قادر فكده صوتي بدأ يطلع. انتوا متخيلين؟ فاي تعبان بقى عمال اشرب في حاجات سخنه، قلت هتفرج على ماتش وهتمزج واتمتع، لقيت نفسي بتفرج على نادي شباب المتراس. ما هو في لاعب اسمه فتاكي ولا فتاة كان بيلعب معاهم، انا اتفتقت وانا قاعد. ماتش ملوش علاقه بالكوره اصلا. هل ده النادي الاهلي؟ انا نفسي اعرف المشكله فين. نفسي اعرف المشكله فين، لان ده استحاله يكون النادي الاهلي اللي احنا نعرفه. ده انا كان معايا سكواد اقل من ده كنت بعمل ماتشات احسن من دي. برضه المدرب مش هحكم عليه. انت عندك ماتش بتروجيت، وبعد كده ممكن هتروح تلعب في السوبر الشهر الجاي، السوبر المصري، الانديه الابطال، لاعب سيراميكا، واذا كسبت هتلاعب يا بيراميدز يا الزمالك، اي كسبان منهم. فانت هتروح بالمستوى ده وبالاداء ده هتخسر، وهتبقى ودوري الابطال لو بالمستوى ده وهتلاعب فرقه تقيله هتطلع. لازم مهاجم، لازم مدافع، 2 مساكين، ولازم باك يمين، ولازم باك شمال، ولازم المنظومه الدفاعيه دي كده حد يظبطها لانها مش متظبطه. اي حد اي فريق، انا لو بكرش ده خدت الكره ونزلت هجيب فيه الاهلي جون. الفريق اللي بقول لك عليه ما بيعرفش يبازي ولا يلعب، بيروح على الاهلي بكور خطيره، اقسم بالله اهي سادس مره. لو بيعرفوا يلعبوا لكانوا كسبوا، لان راحوا عليك بكور خطيره وبيضيعوا من عند ال 18. بيضيع مش اللي هو بيشوط على الجون والجون بيصد او بتطلع جنب العرض، لا بيضيع اللي هو بيجي يبازيها لزميله، بيبازيها لعيبه الاهلي، بيجي يشوط يقوم شايط الهوا. والله لو بيعرفوا يلعبوا كوره لكانوا كسبوا النهارده باكتر من جون. لكن انت حظك ان انت فريق واقع، لعبت فريق ضعيف وتعبان. فاحنا لا، انت ولا فريق ولا تكتيك ولا فنيات ولا تقليات ولا اي حاجه في الملعب. فكنت قاعد مع حد يعني بتفرج على الماتش، فبقول له يا عم طب انا يمكن انا مش واخد بالي، انت فكرني كده الاهلي في طول الماتش مجمل بقى عمل كوره، عمل حاجه؟ قال لي الهدف. قلت له لا غير الهدف، في حاجه تانية اتعملت غير الهدف؟ مفيش حاجه تانية اتعملت غير الهدف. ايه؟ طب ايه؟ هنفضلوا على كده احنا كتير؟ ما انا عايز افهم، انت لو كنت بتلعب فرقه تقيله كانت كسبتك، ما انت هتعمل ايه في الفرق الجايه؟ الاداء ده كده لازم يتغير، لازم نشوف حل، لازم تشوفوا حل، لان ده كده ما ينفعش. ماتش كامل زعيم القاره وبطلها الاوحد، مفيش غير كره الهدف، جبتش جوان تاني. قول لي بالملايين دي كلها هنعمل ايه في الماتشات الجايه، في الماتشات الصعبه؟ عشان بس نبقى متفقين مع بعض. فريق ما بيعرفش يلعب كوره كان هيكسبك وكان ضاغط عليك في بعض الاوقات، وانت جايب جون بالاكراه، انت مش عارف تلعب اصلا. هتقول لي الطرد، انت فريق كبير، انت النادي الاهلي، عيب، انت النادي الاهلي بتلعب وسط جماهيرك، مفيش حاجه اسمها اصل طرد ولاعيبه طرد والكلام الاونطه ده. انت فريق كبير، طرد منك لاعب هتقدر تداوي نفسك. امال انت لما تلعب قدام سان داونز هتعمل وطرد منك واحد وارد، قدام الترجي يطرد منك وارد، قدام مازيمبي، قدام اورلاندو، قدام النجم، قدام اي فريق ممكن تلعبه في دوري الابطال، انت فاهمني، ويطرد منك لاعب. هو انت مع فايلر ما اتطردش منك ايمن اشرف في اول ماتش في المجموعات مع النجم الساحلي؟ كنا هناك وخسرنا 1-0، وكنا عملنا عليهم ماتش
فايلر عمل عليهم ماتش، كان مطرود مننا واحد وكنا خسرانين 1-0. طبعا احنا جينا هنا كسبنا اصلا جونيور اجاي واحمد الشيخ تقريبا، او كان جونيور اجاي جاب هدف التاني، وكان علي معلول تقريبا مش متذكر. المهم ان احنا هنا كسبناهم اصلا في القاهره، لكن الشاهد ان انت كان مطرود منك واحد وبتلعب بره ارضك وتضغط عليهم. ف وكانت معاك سكواد اقل من ده بكتير، كان معانا سكواد اقل من ده بكتير. فاحنا عندنا مشاكل فنيه كتيره في الفريق لازم تتحل، ولازم يتوضع لها حل، سواء بقى في الدفاع، في التمركزات الدفاعيه لازم يتوجد لها حل. ماتش للاسف ماتش سيء، ماتش سيء ما يليقش بالنادي الاهلي قدام فريق ما بيعرفش يلعب كوره. اهلي فوق الجميع، الاهلي رقم واحد، وتصبحوا على خير.